السلام عليكم، مرحبا بكم. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا الناس الكل بخير. اليوم ان شاء الله غدانا باش يكون مقرونه بالكرفات. مانيش باش نصعبها، مش باش تاخذ وقت كبير برشا. اول حاجه لهنا عندي الزيت على النار يسخن باش نحط فيه كالعاده قرنات فلفل نقليهم في الزيت، وفي نفس الوقت لهنايا حضرت كما تشوفوا لهنا حضرت طماطم وبصل. مقرونه نحط فيها البصل، ما نعرفش، كل واحد بطريقته كل واحد بطريقته في ترتيب المقرونه. قاعد فلفل كما تشوفوا تشحرق، تو باش نطلعهم. ونصب الطماطم والبصل الأحمر. ونزيد معاهم الثوم هنايا، شوية طماطم معجون. ونزيد معاهم شوية فلفل أحمر، باش طرف فلفل أحمر. الفلفل الأحمر اللي عندي حار برشا. كركم، شوية كمون، خليهم يتشحطوا. هنا المكرونة نتاعنا كما تشوفوا قاعدة تغلي. نخلي الطماطم يتحل شوية باش تتنحى القدسية منها، والثوم زاد يتحل معنا شوية. والاشوار اللي عملنا فيها طماطم البصل والطماطم نصب فيها شويه ماء ونصبها على الصوص. كما تشوفوا شويه ماء بالكل، شويه ماء، مش باش نكثر. نحطوا الكريفات نتاعنا. ماء تايب كميه كبيره خاطر ما شاء الله عائله، هذاك علاش تشوفوا تطيب بكميات كبار. حركوها، هي اكيد مش طيب شويه ماء الكريفات، هذاك علاش ما نكثرلهاش الماء. ومن طون نحط الماء المكرونه يغلي، نستنى شويه ونملح ونرجع لكم. لهنا بعد ما غلت لنا الصوص، شوفوا ما شاء الله قداش زادت ماء. هذاك علاش صبيت لها شويه ماء، ما كثرتش باش نملح الماء تاع المكرونه. الملح ما كثرش فيها الملح خاطر كما تعرفوا الكريبات فيهاش مالحه شويه. ندير شويه ملح ونحرك. خليت كعيبات كاملين باش ننزل كيف هكا، باش نجم بعد نزين بيهم البلان تاعي. نخليها تغلي. وحاجه اخرى بالنسبه للمقرونه، مش فماش داعي باش نصور لكم المقرونه اللي ما نغسلهاش، نصمتها ونخليها ميكويسون ونصب عليها الصوص باش تشربها. هنا كما تشوفوا الصوص نتاعنا حضرت باش نطفي عليها، ومن طون طفي باش نحط المقرونه. هذا نخليها تطيب بالباهي، تطيب مش تطيب معناها تقريبا 5-6 دقايق تغلي، تبدا تجي كويسون باش نصب عليها الصوص تشربها تولي بنينه. ونرجع لكم من بعد تاني ان شاء الله.
لهنا المقرونه حضرت باش نصبها. نجيب نشبح حذايا باش نصب الصوص. خلط ونزيد بشويه لين نشوفها شربت الصوص الكل. نكمل ونرجع لكم. وصفتنا لليوم هي مقرونه بالكروفات. مش صعيبه برشا. انا اخذنا الفيديو هذا عملت خصوصي لك البنياتك اللي ما ينجموش مازالوا صغار ويحبوا يتعلموا التطيب وكل كاي. ان شاء الله الفيديو اللي بتاع اليوم يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لي جيم، خاطر الجيمات هم اللي يطلعوا الفيديو باش يتشاف. كما تعرفوا اني صار لي مده غايبه على اليوتيوب وكل كاي، معناتها ثم برشا ناس ما عادش يدخلوا لقناتي، هذاك علاش ماذا بيا تكثروا من اللي يدخل القناه يعمل جيم. ونبدو بالوصفه.